خبر مهم جدا لكل الناس المهتمة بالعقارات في أمريكا. الرئيس ترامب حاليا بيدرس مشروع ان هو يمنع الشركات الكبيرة اللي في وول ستريت من ان هي تشتري سنجل فاميلي ريزيدنت. شركات زي بلاك ستون وكل الشركات الضخمة دي اللي كانت بتخش تشتري كل البيوت بالكاش، هو عايز يمنعهم تماما من هم يشتروا البيوت السنجل فاميلي. والهدف من كده ان هو عايز يحاول يقلل الاسعار شوية. وده الكلام اللي انت ممكن تكون بتسمعه لو انت بتتابع اكتر من ريلتور او بتتابع اكتر من موقع اخباري. هتلاقي كل الناس فرحانه جدا بالخبر وبتقولك ان ده هيحل ازمه الاسكان. بس خليني اقول لك حاجه، الكلام ده حلو جدا ان هو فعلا يمنع الشركات دي ان هي تشتري البيوت بالكاش، لان ده بيعلي الاسعار. بس لو جينا بصينا للارقام هتلاقي ان كل الشركات دي لا تتجاوز 7% بس من الماركت. في 93% من البيوت السنجل فاميلي بيمتلكها اشخاص او ناس بشركات صغيره، مش الشركات الضخمه دي. فمش هو ده اللي هيحل ازمه الاسكان للاسف. بس خليني اقول لك كده شويه حاجات سريعه ان حل ازمه الاسكان في امريكا، او انا هتكلم تحديدا على كاليفورنيا اللي هي مجال تخصصي، مش بان انا امنع الشركات دي، لكن بان انا اعمل اول حاجه اني ابني بيوت جديده. احنا عندنا مشكله ان مفيش بيوت جديده كتير بتتبنى في كاليفورنيا. تاني حاجه اني اسهل القوانين بتاعه التصاريح. بحكم شغلي كمهندس معماري وريل استيت ايجنت، انا بشوف مشاريع بتاخد 6 شهور و9 شهور في السيتي عشان يتعمل لها ابروفل. فده طبعا بيمنع اي مستثمر ان هو يخش ويبني مشروع جديد. احنا من 2020 لغايه 2025 اسعار البيوت اتضاعفت 50%. فانت حتى لو منعت 7% اللي هي الشركات الضخمه من هي تشتري ريل استيت، انت مازال عندك مشكله في 93% تانية. فخليني اقول كده ان ده خبر ايجابي ان الدنيا بتتحرك. بس اللي انا شايفه في 2026 وده اللي يفرح بجد، ان الحكومه بتتحرك فعلا عشان تحل مشكله الاسكان. فاي حد بيقول لك الماركت هيكراش او ان دي سنه بطيئه ما حدش يشتري فيها ريل استيت، براحتك. انا دوري اني اقول لك الفاكتس واقول لك المميزات والعيوب. وانا رايي الشخصي ان 2026 هيبقى فيها طفره كبيره في العقارات في البيع والشراء بسبب القرارات الجديده اللي هتنزل من الحكومه نفسها. لو عندك اي سؤال لي علاقه بالريل استيت كلمني، انا بشوي وكيل عقاري في جنوب كاليفورنيا. وتاكد انك تكون عامل فولو للاكونت عشان تعرف اول باول الاخبار العقاريه الجديده في امريكا.